السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة اللي بزاف ما باغينش يسمعوها، راه ماشي الماضي اللي حابسك، راه انت اللي باقي شاد فيه. كاين واحد النوع ديال الناس ماشي غير مجروحين، بل متشبتين بالجراح ديالهم، كيعاودوا نفس الحكاية سنين. انا تظلمت، ما بغاني حتى شي حد، ما تفهمتش، المجتمع قاسي، والديا السبب في كل شيء. ومع الوقت ما كيبقاوش غير ضحايا، كيوليو أسرى ديال القصة ديالهم. كل مرة كيلوموا الماضي وكيهربوا من الحاضر، الحقيقة اللي قاصحة ولكن ضرورية. الظلم اللي تعرضتي ليه ماشي اختيارك، ولكن البقاء فيه اختيارك كل نهار. كاين فرق كبير بين واحد تعرض للأذى وواحد ولا كيبني هويته كاملة على الأذى. إلا بقيتي كتستعمل الماضي كعذر، غادي بلا ما تحس تولي كتدافع على الجرح ديالك، وكأنك محتاجه باش تبرر بقائك في بلاصتك. واش عمرك سولتي علاش بعض الناس اللي عاشوا نفس القسوة تبدلوا ونجحوا، وعلاش آخرين بقاو واقفين؟ الفرق ماشي في الألم، الفرق في القرار. اللوم كيعطيك راحة مؤقتة، ولكن كيحبسك في دائرة ما عندها نهاية. كتقول هما السبب، وبهاد الجملة كتسلم حياتك ليهم حتى وهما ما بقاش عندهم الدور في حياتك. وكتولي كتعاقب راسك بسبب ناس يمكن حتى ما عمرهم حسوا بالندم. أسوأ حاجة ماشي الظلم، أسوأ حاجة هي أنك تولي كتظلم راسك بنفسك وكتعيش حياة ناقصة غير حيت رافض تطلق الماضي. الحقيقة اللي ما كتعجبش بزاف ديال الناس، ما كاين حتى واحد غادي يجي ينقدك ولا يعتذر لك بالطريقة اللي تتسناها، ولا يرجع لك اللي ضاع. ولكن كاين واحد القرار يقدر يرجع لك نفسك، انك توقف تلعب دور الضحية وتبدا تعيش دور المسؤول. اما تبقى طول حياتك كتفسر علاش ما نجحتيش، او تبدا اليوم وتخلق حياة ما عندها حتى علاقة بالماضي ديالك. راه الجرح ماشي هو اللي كيحبسك، اللي كيحبسك هو انك بقيتي كتشدو. دابا السؤال الحقيقي، واش غتبقى ضحية القصة ديالك ولا غتكون الكاتب ديالها؟